كاملين سمعنا بالجريمة اللي وقعت في بني أحمد اللي راح ضحيتها السيد صاحب النظارات حسب المعطيات اللي كاينة حاليا. والتقارير الأولية قالت أن الجاني صفها للضحية وقطعوا إلى أجزاء، دفنوا لاح شوية والباقي حطوه في مرحاض المسجد. طريف الأمر الجاني أنه ما كتبانش عليه، كيبان عليه الوقار وبشوش من ملامح وجهه، وكاين اللي كيقول انه مختل عقليا والله اعلم بذلك. وكاين حتى بعض المنصات الصحفيه المحليه كتقول انه شوى الكبده ديالو كلا جزء منها. خلاصه القول اننا ما بقينا فاهمين والو في هاد البلاد، ولينا نشوفوا العجب والعجابه. الله يدينا في الضوء. ايوا عيش نهار تسمع اخبار، لا حول ولا قوه الا بالله. ايوا دابا خوتي المغاربه نخليكم مع الفيديو ديال الجاني فاش شدوه. رحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. بسم الله الرحمن الرحيم.